مصر كلها النهاردة بتحتفل بذكرى عودة سينا الغالية لحضن الوطن الغالي، وفي كل سنة في نفس الوقت لازم نفتكر الأغنية اللي معظمنا حافظها عن ظهر قلب، وهي أغنية مصر اليوم في عيد اللي غنتها الفنانة العظيمة شادية من حوالي 40 سنة، وبالتحديد سنة 82. لكن الأغنية دي ليها قصة غريبة وعجيبة كتير مننا ما يعرفهاش ولا سمع عنها، خصوصاً الأجيال الجديدة اللي زي حالتي أنا. تعالوا بقى أقول لكم على القصة، بس بقولك اعمل لايك وانت جاي عشان الكلام يحلو. يلي من البحيرة ويلي من آخر الصعيد، يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد، هنوا بعضيكم وشاركوا في جمعنا السعيد. سينا رجعت كاملة لينا، مصر اليوم في عيد. الأغنية دي غنتها الفنانة الجميلة الراحلة شادية بعد 20 سنة من غيابها عن الجماهير. شادية كانت رافضة ترجع تاني للتمثيل والغناء وقررت الاعتزال، لكن في سنة 82 وبالتحديد يوم 25 إبريل كانت مصر بتعيش أجمل وأروع لحظاتها وبتحتفل بعودة سينا كاملة لمصر، خصوصاً بعد تحرير طابة. سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد. وبمجرد إذاعتها أصيب الفنان عمر الجزاوي بالشلل. قصة الصراع على أغنية مصر اليوم في عيد كان في حفلة هتتعامل على مسرح القوات المسلحة بمناسبة هذا الحدث التاريخي، فكان لازم اللي هيحيي الحفلة يكون حد على قدر الحدث. الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد والملحن العبقري جمال سلامة راحوا للفنانة شادية وعرضوا عليها اللحن والكلمات، فطبعاً شادية المرة دي ما قدرتش تقول لأ، لأن دي سينا وده الوطن هو اللي عايزها تغني مش أي حد يعني. شادية انبهرت باللحن والكلمات وبدأت البروفات وعلى مسرح الجلاء للقوات المسلحة، وأطلق الثلاثي العبقري أيقونة تحرير سينا أغنية مصر اليوم في عيد، اللحن الخالد اللي لوحده من أعظم لحظات التاريخ المصري الحديث، وما زال كل مصري بيرددها مع كل مناسبة تخص سينا أرض الفيروز. ومن هنا بقى بدأت تظهر مشكلة من نوع خاص خالص، لكن محدش شعر بيها في الوقت ده. المشكلة بقى اللي اتفاجئت بيها شادية إن أغنية مصر اليوم في عيد غناها قبل كده المونولوجيست المعروف عمر الجزاوي. الجزاوي غناها بنفس المطلع ولحنها بنفس المذهب الموسيقي من قبل ما تغنيها شادية بسنوات، وقدر يثبت صحة كلامه لأن الأغنية كانت متذاعة في الإذاعة المصرية، وبالفعل ثبت إنه هو صاحب اللحن الأصلي وإنه غناها في الخمسينات بعد العدوان الثلاثي على مصر في صورة مونولوج فكاهي. عمر الجزاوي فوجئ يوم حفل عيد تحرير سينا بتقديم أغنيته بصوت شادية ولحن جمال سلامة، فالراجل راح اتقدم بشكوى لنقابة الموسيقيين وشكوى في الإذاعة وشكوى ثالثة لرئيس التلفزيون، وكمان راح اشتكاهم في جمعية المؤلفين والملحنين، وكل الجهات دي ما ردتش على الجزاوي لا بحق ولا بباطل. فبدأ الجزاوي يشعر بالمرض وبقلة الحيلة وبإن حقه خلاص ضاع عليه، فالنقابة اجتمعت علشان ترضي الراجل، لكنها بعد التحقيقات قالت إن كلمات الأغنية من الفولكلور المصري ومن حق أي مواطن استخدامها. طبعاً القرار ده تسبب في إن عمر الجزاوي فقد حقوقه الأدبية في الأغنية. الجزاوي من كتر الحزن زاد عليه المرض واتصاب بشلل وعدم القدرة على النطق، وبعد هذه الوقعة بعام واحد بس وفي نفس الشهر سنة 83 توفى عمر الجزاوي الله يرحمه. بعد وفاة الجزاوي شعر الجميع بالذنب وبدأت التحقيقات في الأمر من جديد، وفي المرة دي أثبتت التحقيقات إن اللحن بتاع الأغنية شبيه للحن اللي قدمه الجزاوي قبل كده، فتم تسجيل لحن الأغنية مناصفة بين عمر الجزاوي وجمال سلامة. لكن ده كله كان بعد إيه؟ كان بعد الراجل ما مات. رحم الله عمر الجزاوي ورحم الله الفنانة شادية وعاشت مصر. وبمناسبة ذكرى عودة سيناء تعالوا مع بعض نقول يلي من البحيرة ويلي من آخر الصعيد، يلي من العريش الحرة أو من بورسعيد، هنوا بعضيكم وشاركوا في جمعنا السعيد. سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد. والكلام مش وقته خالص، العمل هو المفيد. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.